ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن جملة ما سمعتهاش من واحدة، سمعتها من كتير ومعرفش ليه انتشرت قوي وبقت عقبة في تعاملات الناس مع بعض، او مقال التعامل، يعني او الاوتكم بتاع التعامل او العواقب بتاعة التعامل. انه بنوتة جت تقول لي ايه؟ انا بحب قوي يا دكتورة حد اغيره، بحب الاقي شخص محتاجني فأقف جنبه عشان أغيره، وفي الآخر أنا بلاقي نفسي بنقي ناس بتتعبني، وأنا اللي بمشي في الآخر لأنه تعبت. فبحس إن عندي حاجة غلط، هو أنا ليه بعمل كده؟ قلت لها تعالي نبدأ الكلام من أوله. أنا بحب حد عايزة أغيره. انت عارفة الجملة دي أساسا تساوي إيه؟ إيه بقى؟ تساوي إنه انت بتفوكس أو بتختاري بني آدم عنده نقص واضح، أو عنده عيب جسيم، أو عنده آه عقدة أو مريض. انت مش بتأتراكت للشخص، انت بتأتراكت للمشكلة. فانت فاهمة العلاقة بشكل خاطئ. انت هنا بتشتغلي دكتورة نفسية، ده حتى الدكتورة النفسية ما بتختارش الناس اللي بتختارها. يعني العميل أو المريض هو اللي بيقرر يروح لدكتور معين، مش الدكتور اللي بيجيلك يقولك أنت محتاجة تعملي ولازم أعمل لك ولازم تتعالجي في الشيء الفلاني. لا، ده اختيار حضرتك. لا، ده أنت بتعمليش كده، ده أنت بتخشي تقولي له أنت فيك وفيك وفيك، تعالى بقى لما أعدل لك ده وأظبط لك ده. طبعا لما حد بيجي يسمع الكلام ده أول مرة بيبقى مبهور بان حد شاف اللي هو حسه وعارفه وسمعه قبل كده. بيبقى متحمس ان في حد هيشجعه، لانه بيبقى قطع مشوار كبير انه يغير من نفسه ومعرفش. فمتخيل انك انت العكاز او انت الملاذ الاخير، انه انا هتاخدي بايدي وهتعملي اللي معرفتش اعمله، او اللي غيرك او اللي قبلك معرفش يعمله. فبيبقى في نوع من انواع الانبهار الروعه. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ ان الشخص ده بيتخنق، انك بتبقي بالنسبه له قبل النظره، دكتور فارض نفسه عليه، سلطه في البيت بقى، ماما بابا، مدير في الشغل. انت بتبقي سلطه، وبتبقي عينك بتراقب وبتقيم وبتدي ملاحظات، وبت فرستريت، يعني بتبقي محبطه لانك بيبقى انت بذلتي مجهود عايزه ده ما يبان. اعمل كده واعمل كده ورد كده وتصرف كده ومش كده وكده، فبتلاقي قدامك ما بيعملش حاجه، فبتبداي تبقي اجينست او ضده. فهو بيحس انه ايه ده؟ طب ما هي كانت واخداني او عارفاني ان انا كده. هو مش فاهم ان انت داخله تعملي فيرجن تاني. هو انبسط قوي 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 الاول واتكل عليكي شويه، بس بعد شويه لا خلاص، انا يعني اقبلي بقى طالما انت حاولتي. خلاص بقى عيشي جنبي بقى في الحته في الكونفرنت زون بتاعي، في منطقه الراحه بتاعتي دي، وخليكي جنبي. طبعا انت مش بتقبلي، فبتبوظ العلاقه، وبتبداي انت تطلعي بقى كل القديم والجديد في الكلام، فحتى العلاقه بتخلص بطريقه مش حلوه ومش مش سلميه يعني. طيب قلت لها بقى كل اللي احنا قلناه ده رد على سؤال، يعني من حته من السؤال ان انا ليه بختار الشخص ده. لانه انا في الاخر شايفه انه بيقول ان انا بختار شخص مش مظبوط، مش صح، وبيبقى
طبيعي ان الدنيا تنتهي، والحمد لله انها بتنتهي قبل ما تبقى فيها مضاعفات اكبر، ناخد معانا عيال بقى وقصه وبتاع. لكن هنا القصه اعمق من كده بكتير. هو انت ليه بتنجذبي للشخص اللي عنده مشكله ده؟ ده بيقول حاجه مهمه جدا عنك انت شخصيا، او عنك انت شخصيا. ده في راجل وستات على فكره، مش ستات بس. انه اولا حضرتك عندك مشكله انت شخصيا فيك، يعني انت عندك في نفسك وفي شخصيتك مشاكل وما قدرتش تشتغل عليها، وزعلان من الناس اللي ما وقفتش جنبك عشان تشتغل عليها، وشايف ان الادوار اللي عملتهم ما كانتش كافيه ان انت تقوم من حيلك، وبالتالي انت مش عايز الشخص ده يعيش اللي انت عشته، فبتخش تعمل المجهود اللي انت كنت منتظره من غيرك، وتكتشف ان اللي انت عملت معاه كل هذا المجهود لن يتغير الا اذا اراد، وان مفيش حد بيتغير بمجهود غيره. يا جماعه مفيش حد بيتغير بمجهود غيره، حطوا الجمله دي كده كلاشيه، محدش بيتغير بمجهود غيره. فانت او انت بيبقى عندك انت المشاكل دي، وبتعمل اسقاط على الشخص اللي قدامك، ان انا مش هعيشك اللي انا عشته، مش هخذلك الخذلان اللي انا شفته، مش. طيب ايه الحاجة التانية اللي بتبقى جواك وانت بتنقي البني ادم ده؟ انت عايز حد مقاسك، انت خايف من البني ادم السوي، انت شايف ان عندك كلاكيع وحاجات ولخبطيشن وبتاع، فتقول ايه؟ مقاسي على قدي، هيقبل شبهي. مش واخد بالك انه لما نحط مش عارفه ايه على ايه، انت عارف المثل ده، الدنيا بتبوظ، نحط الوحش على الوحش الدنيا بتبقى وحش. فالواحد لما بيبقى شايل هم نفسه ما بيجيبش لنفسه هم تاني، لا انت متخيل ان الهم التاني ده زي اللي بتسيب هم بابا تروح لهم جوز. طب انا مع بابا في بيت بابا اللي كنت بهرب منه وعايزه اهرب منه ده، بقفل عليا الاوضه ومحدش ليه دعوه، لكن مع جوزي بقى هعمل كده؟ مش هينفع. فانت بتطلع من حفره تقع في تحضيره. فبدل ما كنت شايل هم نفسك وعمال تعافر مع نفسك وزهقان منها، انت بقيت زهقان من نفسك ونفسه. فانت في الاول شفت فيها استفاده، ان انت خوفك اللي بيجي لك لما بتشوف بني ادم سوي طريقته كذا 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 كذا، بتبقى ايه؟ مش حاسس انك انت قدك ده، فبتهرب، بتقعد في الحته اللي على قدك، اللي على مقاسك، الكورنر ده. بتهيألك ان الكورنر ده جميل وهنرتاح احنا جنبنا مع بعضينا وهنحس ببعض وهنقعد جنب بعض ونشجع بعض. طبعا ده ما بيحصلش. انت بتبقى قاعد حاسس ان الهم كتر والسواد كتر والدنيا باظت اكتر، وما بتبقاش طايق نفسك. فاذا هنا في الحاجات دي او في العلاقات دي او في النوع ده من العلاقات، مجهود اللي انت هتبذله مع الشخص اللي قدامك، يا عم ابذل نصه مع نفسك، وافتكر ان انا قلته لك محدش بيتغير بمجهود غيره. ابذل نص المجهود ده مع نفسك، ولما انت تبقى حاسس انك انت مرتاح مع نفسك، وحاسس انك انت بقيت شخصية سوية وقادر على مشاكلك وقادر على اللخبطة اللي جوه دماغك، ساعتها بقى حتى لما هتقدم المساعدة، انت هتقدم المساعدة لما تطلب، لانك هتبقى عارف ان اللي عايز حاجه بيطلبها وانا هديها له والنتائج عليه. لكن مش هاخده احطه في خلاط العلاقه يطلع واحد تاني، اصلي هحبه واتخطب له واتجوزه فهيبقى واحد تاني ويفوق لنفسه ويعرف الصح من الغلط ويبطل كلكعه وعقد وي 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 وي. لا طبعا مش هيحصل. طيب احنا هنا ناخد بالنا من جملتين: محدش بيتغير بمجهود غيره، ابذل المجهود اللي بتعمله مع يا عم نصه مع نفسك،
وطبطب عليها كده وخد بإيدها. ولما تاخد بإيدها انت بقيت مثل يحتذى بيه للي حواليك، مش محتاج تعرفه أو تعمل معاه علاقة عشان تغيره. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.